فعلا الرز ده من امبارح اهو، كأنه معمول دلوقتي حالا. يلا بقى ايه، يا ريت نستفيد من الافكار الحلوه دي. اهلا بيكم حبايبي، حباب قناه توفير وعاده تدوير، كل متابعيني واخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقدم لك فيديو جميل قوي. الفيديو ده فيه افكار كتيره للمطبخ هتستفيدي منها وهتنفعنا جامد. اول حاجه فكره بقدمها لك هي فكره الايه، علبه السمنه. كلنا بنرمي علبه السمنه اول ما تفضى. انا بدات اعمل منها حاجتين. اول حاجه بدات اعملها منها هي ان انا خدت الغطا الاولاني الفوقاني ده قبل ما تفضى خالص، وطبعا احنا بنستخدم الغطا البلاستيك بعد ما نشيل المعدن ده. استخدمته كرداده للحلل، بنحطها تحت الحله عشان لما مثلا تيجي تعملي رز او محشي بتوطي عليه بتحطي الرداده دي. كمان الفكرة التانية ان انا هبتدي اخد العلبة دي وافتحها لما تخلص خالص، وافتحها وتشوفيني هعمل لك بيها ايه. هستخدمها بقى في حاجة جميلة جدا دلوقتي. انا بقى عملت منها ايه، فتحت العلبة من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده. دي علبة قديمة، انا استخدمتها بقالها كتير. يعني طبعا انا بستخدم العلبة دي اني انا بحطها على عين البوتاجاز من فوق، استخدمها استخدام غير مباشر، يعني بحيث ان انا ممكن ان انا استخدم عليها اسخن عليها اي حاجة استخدام غير مباشر. انا نزلت قبل كده الحلة الفرن، وكنت وهنزل لكم اللينك بتاعها. انت ممكن بتحطش عليها مصفى من فوق وبتسخني عليها حاجة استخدام غير مباشر. الحاجة التانية كمان ان انا ممكن استخدمها اسخن عليها اي حاجة تبقى مش ملاصقة للنار، عشان طبعا حاجتي ما تتحرقش. بحط عليها شبكة من فوق زي ما انت هتشوفي كده، تحطي عليها شبكة من فوق وتبدأي تسخني عيشك، تسخني كل حاجة، بحيث ان هو ما يبقاش استخدام غير مباشر. بيبقى استخدام غير مباشر بدل ما يتحرق منك العيش وانت بتسخنيه على البوتاجاز. يلا بقى بينا للفكرة اللي بعد كده. بص حبايبي، الفكرة بقى دي لما تيجي تخزني ورق العنب. انا هنا كنت مخزنة ورق عنب، بدأت اخزنه عشان طبعا يتشال في الفريزر. وانا لما بدأت اخزنه حطيته في اكياس زي ما انت شايفة كده، رصيته كله على بعضه وبدأت احطه في الاكياس. انا بس بطلع بوريكي، بص المنظر، بوريكي المنظر كده. وبعد ما تحطيه في الاكياس بترصيهم بقى ايه على بعض وتدخليهم الفريزر. وبتحطي طبعا ايه كميه، انت بتبقي رصاهم زي ما انت شايفه كده، تضغطي عليه بتخرجي الهواء منه، تعملي اي كميه انت عايزاها. انا عامله هنا كميه، وبرده في كميه تانية لسه انا ما صورتهاش. مهما تعملي كميات مش هيجرى لها اي حاجه، تبداي تشيليهم في الفريزر، مش هيجرى اي حاجه للورق العنب. بعد كده هو بقى تاخديه وتروحي منزله على طول الايه، الجزئيه اللي انت عاملاها دي بتنزليها على طول في الماء المغليه، ولا اي حاجه خالص. وطبعا في ناس بيحفظوه بطرق كتير، بصراحه انا جربنا كل الطرق لقينا ان الطريقه دي هي احسن حاجه. وبعدين بتعملي كميه كبيره جدا. هوريكي في الفريزر دلوقتي كميه الورق العنب مش واخده مكان خالص، طالما ان انت ضاغطه الكيس زي ما انت شايفه كده. الكيس ده اخد كميه كبيره جدا يا جماعه. ويعني بصراحة مهما تعملي كميات مفيش اي مشكلة خالص من الحجم، ولا تقلقي ان طبعا ورق العنب ده بيجي اوقات بيبقى ب90 وب100 جنيه. بصي بقى انا بوريكي بقى في الفريزر، شوفي مش واخدين مكان. شايفة الكمية اللي انت شايفاها دي كده كلها، دي 3 كيلو، دي 3 كيلو ورق عنب. شوفي ما خدتش مساحة ازاي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. يعني خدي بالك من الفكرة الجميلة دي، فكرة حلوة جدا، وزي ما انت شايفة كده ما خدش مساحة. يلا بقى بينا على الفكرة اللي وراها. الفكرة دلوقتي على الرز. دلوقتي الرز البايت طبعا حرام ان احنا نجيب الرز ب32 جنيه ولا اكتر من كده كمان. ده في وصل رز ب35 و34. طيب انا دلوقتي لما الرز يبات عندي هعمل ايه؟ شوفي بقى الفكرة اللي انا عملتها فيه دي، وبصراحة هو بتبقى فكرة جميلة جدا ومفيدة، وبتبقى كأنك عاملاه النهاردة. بحط معلقة من اللبن، بس بيكونش بقى اللبن عليه اي اضافات ولا ملح ولا سكر ولا اي حاجة. هتجيبي معلقة اللبن دي او معلقتين وترشيهم على الرز البايت عندك، تبدأي تعمليه على نار هادية، تسخني على نار هادية، تحطي له ردادة كأنك بالظبط بتسخنيه عادي، بس بدل المية هتحطي عليه معلقة لبن.
بصراحة هتلاقي الطعم والريحة الله عليه وعلى جماله، فكرة في منتهى الجمال. وكمان طبعا بيبقى كأنك عاملاه النهاردة. شوفي منظر الرز كأنك عاملاه النهاردة. الله يا جماعة فعلا الرز ده من امبارح اهو، كأنه معمول دلوقتي حالا. يلا بقى ايه، يا ريت نستفيد من الافكار الحلوة دي. انا كده هنا هشيل علشان بقى ايه هنغرف بقى خلاص. غرفت الرز اهو ما شاء الله، شايفه يا جماعه اهو زي الفل، ما فيهوش اي حاجه زي ما احنا قلنا. والفكره ان احنا حطينا له زي ما قلنا معلقه لبن، وطلع الرز زي الفل زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ يلا بينا على الفكره اللي بعد كده. الفكره اللي هقدمها لك دلوقتي عن اللحمه. طبعا اسعار اللحمه كلنا شايفين وما زالت في تزايد مستمر، بقت وصلت 200 و300. دلوقتي احنا لو جبنا اللحمه مثلا الكبيره وما استوتش مني هعمل فيها ايه؟ خدوا بالكم ان احنا ممكن قوي اللحمه لو هي ما استوتش مني، ده طريقه عملتها وبصراحه كل قرايبي وكل حبايبي واخواتي وولاد اخواتي اعجبوا جدا بالطريقه دي، وقالوا لي بصراحه يا خالته او يا عمته حاجه ممتازه، وانتي ما شاء الله عليكي في الافكار والنصائح اللي بتديها لنا. ببتدي احط نقايه بلح او نقايتين بلح، انا دايما ببقى عندي نقل بلح، وتحطيهم على اللحمه وهي بتستوي. بصراحه والله العظيم ما بتقعد معاكي خالص، مفيش، مجرد ما تقلبي قلبتين كده وتحطي موضوع نقايه البلح دي، تلاقي اللحمه بقت جميله وممتازه وما بتاخدش وقت خالص في التسويه. كمان في نقطه كمان انا عايزه اقول ليها، ان انت لو عايزه اللحمه تطلع لك شوربه، يا ريت ان انت تشوحي اللحمه الاول قبل ما يعني في ناس بتحط اللحمه تسلقها كده، لا يا جماعه، عايزين اللحمه تديكي شوربه كويسه قوي، تحطيها تشوحيها الاول وبعد كده تنزلي عليها بقى، تديها الصدمه كده مع السمنه والبتاع وتديكي شوربه جميله. برضو دي نصيحه جميله بالنسبه لموضوع اللحمه. فكره بقى دي على البرتقان. طبعا انا مش هقدم لك النهارده بعمل ايه من البرتقان، لا انا هقول لك انا هعين البرتقان ازاي. انا بلفت نظرك لحاجتين اتنين. الحاجة الاولانية ان يا جماعة علشان نجيب برتقان ونبتدي نحطه، طبعا احنا عادي بنجيب البرتقان ونحطه في طبق الفاكهة عادي مفيش مشكلة، او مثلا لو انا عندي كمية برتقان وعايزة ايه اشيلها تبقى موجودة كده عندي في البيت، لو الولاد عايزين منها يبدأوا يجروا منه وياخدوا. في نقطة مهمة جدا يا جماعة، ما تشيلوش البرتقان في البيت من غير ما تغسلوه. ليه؟ البرتقان اللي انت جايباه ده الله اعلم والله يعني عالم بكل الاسرار ايه اللي اتعرض ليه البرتقان ده. فالحاجه الصحيه اني انا اجيب البرتقان وابتدي اغسله وامسك، يعني ممكن لو عندك مثلا فرشه سنان صغيره قديمه كده ما انتش عايزاها، او اشتري له فرشه مخصوص تغسليه بيها كده وتعمليه بالفرشه كده زي ما انت شفتيني بعمله او بوصف لك، وتبداي تنشفيه كويس قوي قوي، ما تخليش البرتقانه مبلوله. بعد كده هو بقى لما نشفه وابتدي اطمن ان هو اتغسل وبقى جميل وحلو خلاص والقشر من بتاعه من فوق نضيف وناشف، ابتدي احطه ارصه في اي وعاء عندي. انت عايزه مثلا ترصيه في علبه ماشي، عايزه ترصيه في صينيه ماشي، عايزه تحطيه قصدي انا اسفه يا جماعه، عايزه تحطيه مثلا في طبق مخصوص للبرتقال ماشي، ايا كان الحاجه اللي هتحطيه فيها. انا بفضل ان انت تعينيه بالطريقه اللي هقول لك عليها دي. لو عايزه البرتقال يقعد عندك مده كبيره، ابتدي ارص البرتقال، وبعد ما حطيته في الوعاء كده ابتدي احط لازم يكون عندي قماشه القطن، وبركز عليها في كل حاجه. وانا قدمت فيديوهات كتير، يعني يا ريت اللي عايز يطلع برضه على القناه ويشوف كده يبص في الفيديوهات هيلاقيني ازاي انا كنت حافظه الخضروات بتاعتي والفاكهه والخضر بالشكل ده. بدات ان انا احط البرتقال وابتدي احط معاه معلقه، او لو عندك شوكه تحطي شوكه، وتبداي تحطي تلفي القماشه عليه من فوق من تاني. وكمان بعد كده عايزه تخليه بالقماشه بس مفيش مشكله خالص يا جماعه. عايزه بعد ما تخلصي لو انت حاطاه في علبه هتغطي بالعلبه، ما عندكيش علبه وحاطاه في قارب زي ما انا حاطاه كده، هتحطيه الاسترتش من فوق وتغطيه بالاسترتش.
يا ريت بقى تكون الافكار بتاعت النهارده دي عجبتكم، ولو عجبك الافكار دي يا جماعه ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وباذن الله استنوا مني كل افكار جديده سواء في التدوير اعاده التدوير او في الافكار الصحيه والغذائيه بالنسبه للبيت، وان شاء الله نقابل بعض في فيديوهات قادمه، والى اللقاء.